السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. انا بعتذر جدا جدا عن الخطأ الغير مقصود اللي حصل في الفيديو اللي فات. انا معرفش بصراحة المايك فصل او حصلت أزمة مش عارفة بصراحة، ولو ان يعني المايك كان شغال معايا حتى بعد ما خلصت تصوير الفيديو. انا بالفعل صورته كله، الا ان في حاجة كده حصلت خلت ان الفيديو النص التاني منه ما يكملش. ده اللي هنكمله النهاردة. هو خطأ غير مقصود لكن واجب برضو الاعتذار، فمعلش سامحوني. في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت اللي هو في الجزء الأول اتكلمنا عن المزاج وتفصيلات المزاج، وقلنا المقدمة بتاعت موضوع المزاج ان هو من اكتر الحاجات اللي الواحد بيبقى مش عارف ليه المزاج بيجي فجأة ويروح فجأة. بنتعرض لحاجات كده في حياتنا بتضيع مننا المزاج، وفجأة بنحس ان احنا لا انا مش عايزة، لا انا مش ما عنديش شغف، طاقتي راحت، حماسي انطفى، كل الكلمات اللي احنا بشكل يومي بنقولها. فلما دورت في الموضوع اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسباب النفسية لفقدان المزاج، ان هو يختفي فجأة. والنهاردة ان شاء الله هنكمل الاسباب التانية. في اسباب بيولوجية اللي هي ليها علاقة بجسمنا، والاسباب النوع الثالث اللي هي الاسباب الاجتماعية اللي ليها علاقة بالبيئة المحيطة بينا والاشخاص المحيطين بينا. وهنتكلم كمان عن ال7 خطوات المهمين جدا اللي واجب علينا ان احنا نعملهم لو عاوزين نحافظ على مزاجنا في مستوى كويس جدا يساعدنا ويحفزنا ويخلينا نتحول من لا انا ما عنديش طاقة الى انا عندي طاقة، انا هبدأ، يلا بينا، انا متحمسة دلوقتي، انا حاسة ان انا احسن دلوقتي، انا اقدر ان انا ابدأ. ممكن ما اوصلش لحالة الحماسة اللي هي بتاعة البيك او الهوبة او النطة الجامدة، لكن هوصل بدرجة معقولة جدا الى اني ابدأ وما يكونش عندي قلة مزاج. النوع التاني من الأسباب هو الأسباب البيولوجية أو الجسمانية. فمن أهم الحاجات اللي بتضيع مزاجنا وإحنا ممكن نكون مش واخدين بالنا، بس هي شئنا أم أبينا هي أكتر حاجة وأهم حاجة بتقضي على المزاج، وغير المزاج بتقضي على جسم الإنسان بعد كده لو الموضوع ده طول، هو قلة النوم. أنا عن نفسي واحدة لما بكون مش واخدة كفايتي من النوم، يعني تقريبا كده 50% من حياتي ممكن ان هي ما اعرفش اكملها. يعني بيبقى جسمي بيوجعني على طول، ببقى مصدعة، ممكن اكل زيادة عن اللزوم، ممكن ان انا اتعصب بقى على الاولاد وعلى الناس اللي حواليا. انا ساعتها بحس ان انا بتعصب بلا هدف بلا سبب واضح، يعني مفيش حاجة تستدعي ان انا اوصل للمرحلة دي من المضايقة والعصبية، وبعد كده بيعقبها طبعا اللي هو تعب الضمير بقى والتأنيب وكده. إلا إن لما بكون مش نايمة كويس يعني بحس إن الموضوع وصل لدرجة من الخطورة، وأنا خلاص بقى من وعي بنفسي فهمت إن أنا اليوم اللي أنا مش هكون نايمة فيه كويس، يا إما أعرض نفسي للنوم بشكل منظم، عاملة حسابي إن الليلة اللي ما نمتش فيها كويس يبقى هنام أثناء النهار، لازم ضروري مهما كان، حتى لو كان فترة قصيرة جدا، علشان أحافظ على المود وأحافظ على أرواح الناس اللي حواليا، وأحافظ على نفسي من إن أنا أعمل حاجة أرجع أندم عليها بعد كده. طبعا طالما النوم والمزاج اتدمر يبقى أنا عاملة حساب مش هقدر إن أنا أصارع نفسي أو إن أنا أزق نفسي ناحية إن أنا أعمل حاجة أنا عايزة أعملها، حاجة تجاه أهدافي، حاجة ممكن تكون مش طريقة دلوقتي إلا إنها هتبني معايا حاجات كتير بعد كده. فمن أهم الحاجات موضوع قلة النوم ده اللي بيرجع ليه أسباب كتيرة جدا جدا. ممكن يكون عندنا أرق، ممكن يكون عندنا النوم بتاعنا، المكان بتاعنا مش مريح. في أوقات كده كانت المخدة بتاعتي بتعمل لي صداع، فغيرت المخدة بتاعتي علشان أعرف إن أنا أنام كويس وأصحى يعني في نظام أو في شكل كده كويس. واليوم اللي ما بنامش فيه زي ما بقول لكم كده أثناء الليل ببقى عاملة حسابي إن أنا أخد زي اسمها ايه قيلولة كده بالنهار، علشان اقدر ان انا اجدد الطاقة واقدر ان انا انقذ نفسي من حالة قلة المزاج دي. برضو من الاسباب اللي ليها علاقة بجسمنا ان احنا اليوم بتاعنا يكون مفهوش اكل
ذو عناصر غذائية مهمة. يعني اليوم اللي بنفطر فيه على مخبوزة كده مليانة سكر وفيها دهون نباتية مش صحية، بنشرب كافيين كتير، أو بناكل أكل كده نفطر مثلا سندوتش جبنة أو نتعشى سندوتش جبنة، نتغدى أندومي بقى أو شيبسي ومش عارف إيه الأكل اللي معدوم العناصر الغذائية ده خالص. اليوم ده لازم نكون عارفين إن المود بتاع الإنسان أصلا، هرمونات المود بتتصنع جوه معدة الإنسان، فطالما معدتنا ما دخلهاش حاجة تفرحها وتديها مزاج حلو، فهي لازم هتطلعه علينا. المزاج له علاقة بالعناصر الغذائية اللي داخلنا. لو احنا ما دخلناش عناصر غذائية لجسمنا هو أكيد هيشتغل ضدنا. لازم يكون أكلنا فيه حديد، في أكلات غنية بفيتامين B12. لازم يكون عندنا قدر معين كده من الدهون الصحية ندخله على مدار اليوم بمقدار معقول، بحيث ان هو برضو يساعد في ان هرموناتنا تتظبط. لازم نراعي برضو ان احنا نكون بنشرب مية كفاية، لان ده برضو بيعزز من الهضم، والهضم ده برضو بيساعد في موضوع تقليل المزاج السيء وتحسين المزاج الكويس. من أهم الحاجات اللي بتحصل في جسمنا وبتأثر على مزاجنا هو الدوبامين السيء أو الدوبامين الغشاش اللي بيحصل لنا لما نتعرض للسوشيال ميديا بشكل زيادة عن اللزوم، أو مثلا في بداية اليوم إن أنا أمسك الموبايل وأفضل أتصفح فيه وأتفرج على ريلز، أتفرج على صور الإنستجرام، أتفرج على تيك توك والحاجات اللي بتحصل فيه. كل الحاجات دي بتديني دفعة دوبامين عالية جدا جدا، إلا إن نوع الدوبامين ده للأسف غشاش وللأسف جودته سيئة، بيأثر على المود بتاعي طول اليوم. وأكيد كلنا طبعا اختبرنا الموضوع ده على أرض الواقع، وشوفنا قد إيه إن هو بيأثر علينا وبيدينا حالة سيئة جدا من المزاج. من الحاجات برضو اللي ممكن نكون إحنا أكتر ناس يعني بنشتكي منها موضوع التغيرات الهرمونية اللي بتحصل أثناء الشهر والدورة الشهرية. إحنا كلنا بنبقى عاملين زي الفرخة الدايخة كده، ممكن قبل الموضوع ده وأثناء الدورة الشهرية وبعد انتهاء الدورة الشهرية. فلازم نكون عارفين لما نكون في الحالة دي إن إحنا نحسن مزاجنا بحاجات تكون مش مضرة لينا، لكن تكون مهدئة لأعصابنا، تكون الفترة دي فترة من اللطف مع نفسنا كده والراحة، بحيث ان احنا نحسن مزاجنا ونتغلب على الأسباب الجسمانية الهرمونية دي اللي احنا ملناش يد فيها، إلا إن نقدر ان احنا نحسنها بشكل ما. كمان في حاجة مهمة جدا بتقلل من مزاجنا، ولو عكسناها هتحسن مزاجنا جدا، ودي أنا اختبرتها بنفسي برضو في أوقات كتير، هي قلة الحركة. لما الإنسان بيبقى قليل الحركة وهو في البيت أو هو في الشغل، ما بيتحركش، ما بيغيرش مناظر، ما قاعد في نفس المكتب مثلا، أو قاعدة في البيت طول اليوم طول اليوم قاعدة في البيت. قاعدة البيت هي ممكن تكون حلوة، لكن ما تبقاش طول اليوم الواحد قاعد في البيت. لازم ان احنا ننزل ونتحرك ونتمشى. مش لازم ان احنا نروح الجيم بقى ونروح نمشي 10,000 خطوة، ده لو نقدر نعمله هيبقى ياريت. اصلا اللي بيلعب رياضة غالبا او قليلا يعني من الوقت ان هو بيتعرض لموضوع قلة المزاج ده، الا ان الانسان اللي بيتحرك كتير واللي عنده انشطة بره البيت وانشطة بره الشغل، او حتى وهو في الشغل بياخد البريك بتاعه في مكان بره الشغل، يقدر يتمشى شوية حوالين المبنى، يقدر يغير مناظر، يقابل ناس من اقسام تانية. كل الموضوع ده وموضوع ان احنا ما نبقاش قاعدين في نفس مكاننا وقليلي الحركة، نتحرك ونشوف حاجات جديدة، دي برضو من الحاجات اللي بتأثر بيولوجيا جدا على موضوع مزاجنا. النوع الثالث من الأسباب اللي بيأثر على مزاجنا هو الأسباب الاجتماعية، أو اللي ليها علاقة بالبيئة المحيطة والناس اللي حوالينا. أول حاجة الضغوط والمسؤوليات. احنا كسيدات يعني في المجتمع بتاعنا علينا ضغوط ومسؤوليات كتيرة جدا. يعني لو واحدة عندها مسؤولياتها تجاه أولادها، أكلهم وتربيتهم ومذاكرتهم وتعليمهم، ولو بيلعبوا رياضة، ولو بيحفظوا قرآن، لو عندهم اجتماعيات أو مشاكل مع صحابهم أو أصدقائهم لسه هنعلمهم، ولسه هنراعي كمان موضوع إن هم
هم بيتعلموا حاجات حديثة نوعا ما في البيئة اللي احنا فيها، والحاجات اللي ليها علاقة بالسوشيال ميديا، يتفرجوا على ايه وما يتفرجوش على ايه. دي حاجة ليها علاقة بالتربية برضو، غير ان هي فهي مسؤولة برضو من البيت له متطلبات من تنظيف وتطهير وترويق واكل وشرب وطلبات واحتياجات وطبخ والجو ده. وهي كمان لو عندها شغل فالاعباء والضغوط والمسؤوليات بتزيد. ولو هي بتراعي مثلا أهلها، والدها ووالدتها، فده برضو نوع من أنواع المسؤوليات اللي بتزيد عليها. ده غير إن هي برضو بيكون نفسها يكون عندها أهداف خاصة بيها، إن هي تلعب رياضة، إن هي تكون قارئة، إن هي تحاول تظبط أكلها، تظبط جسمها، تظبط صحتها، تحاول تظبط اجتماعياتها، تتواصل مع صحابها. كل الأنواع من أنواع المسؤوليات بتكون على الست، وبتضغطها وبتحسسها قد ايه ان هي محبطة، وقد ايه ان هي في مزاج سيء نتيجة الضغوطات دي. فما بالكم كمان في حاجة ليها علاقة بالبيئة المحيطة. لو البيئة المحيطة ما فيهاش داعم او مشجع، كل انسان فينا بيكون محتاج ولو على الأقل فرد واحد في حياته أو علاقة واحدة في حياته تكون داعمة ومشجعة، حد تقدري تتكلمي معاه، حد تقدري إنك تقولي له على مشاكلك من غير ما يقطم فيكي، ومن غير ما يسفه منك، ومن غير ما يقولك على أحلامك دي أي كلام، ومن غير ما يضحك على الأهداف اللي انت نفسك تحققيها، حتى لو نفسك تعملي حاجة بسيطة جدا. فالبيئة الغير داعمة أو عدم وجود الشخص المشجع ده بيزود جدا جدا من قلة المزاج، وبيزود من الضغوطات، والبيئة اللي حوالين الإنسان بتكون للأسف بيئة سامة. عشان كده كل الحاجات دي بتخلي عقلنا يحاول إن هو يوفر الطاقة، بتسحب مننا الطاقة، وبتسحب مننا كده المزاج والمجهود اللي احنا ممكن نبذله او نحاول ان احنا نصارع في كل المسؤوليات والضغوطات دي. عقلنا بيحاول ان هو يقول لنا لا بس كده، ده كده تمام قوي، الموضوع كبير، الموضوع ضخم، الموضوع صعب، وفري الطاقة كده وخلي مزاجك سيء، خلي مزاجك كده في الأرض، حماستك تبقى مش موجودة، تبقى صفر خالص، وخليكي قاعدة كده في نفس المكان زي ما انتي. اقعدي اندبي حظك بقى، اقعدي اشتكي كتير، اقعدي طلعي الموضوع ده على اللي حواليكي، وخلي علاقتك بيهم سيئة. طالما انا في حالة سيئة، الانسان بيبقى عامل زي المراية كده، بيبقى له اسقاط على اللي قدامه. لو هو في حالة سيئة، احيانا من ضعف النفوس بتخلي اللي قدامك يحس ان تحسسه بشعور سيء، لان انت حاسس ان انت في مزاج سيء. في بعض الناس مش بتشوفوا كده لما يبقى الواحد متعصب ومتنرفز ويتكلم بعصبية ونرفزة، حتى لو بيتكلم مع واحد هادي قدامه، تلاقي الهادي ده خلاص وشه احمر ودانه ولعت وحس بخطر رهيب، وبدأ هو كمان يعلي صوته ويتعصب ويزعق. ومن الحاجات المهمة قوي اللي محتاجين نقولها في النقطة دي، ان المزاج مخلوق فينا علشان احنا يكون عندنا فهم ووعي. لما يكون مزاجنا سيء، نسأل نفسنا السؤال الأهم والسؤال الممتاز: أنا ليه مزاجي وحش دلوقتي؟ يعني احنا بعد ما شرحنا ال3 أسباب الرئيسيين، الأسباب النفسية والأسباب العضوية البيولوجية والأسباب الاجتماعية اللي ليها علاقة بالبيئة المحيطة، أنا ايه من ال3 أسباب دول هو اللي مسبب لي قلة المزاج، او انا ليه متضايقة دلوقتي، وليه فاقدة الشغف والحماسة ناحية الحاجة اللي انا في يوم من الايام، ممكن اليوم ده يكون امبارح، كنت مخططة وحاطة لنفسي اهداف، وحاطة لنفسي اهداف صغيرة، عاملة لنفسي مود كده ان انا خلاص من دلوقتي هبدأ ان انا اتغير. بس انا زي ما بقول لكم كده، موضوع المزاج ده مخلوق علشان يقول لنا في حاجة مش متزنة، في حاجة حاصلة غلط جوه هنا أو في جسمنا. الحاجة الغلط دي محتاجين إن احنا نبدأ نصلحها، محتاجين إن احنا نبدأ ناخد بالنا منها، نوعى بيها، فنفهمها، نتجنبها، أو نعرف إزاي إن احنا نعالجها. إلا إن احنا عايزين نكون عندنا نجاحات صغيرة مستمرة كل يوم عن التاني، زي السلم كده بالظبط، ان الانسان بيطلع سلمة سلمة، محدش بيطلع دور كامل مع يعني مرة واحدة يطلع دور كامل ويطلع الدور اللي بعده كامل، يعني في وقت ما خلاص هيجيله زي ما قلنا انهيار وهيتعب، لان ده حاجة مش طبيعية. مش من الصحي اصلا ان انا اصب كل طاقتي واهدافي ودماغي وتفكيري في جانب واحد بس من حياتي، ما كده هيحصل لي برضو عدم اتزان. لازم اكون واخدة بالي من كل جوانب
جوانب حياتي وموازنة ما بينهم، عشان أحس إن أنا كويسة، عشان أحس إن أنا بعمل تغيير من غير ما أجي على نفسي أو أجي على جوانب تانية في حياتي أو أجي على الناس اللي حواليا وعلاقاتي. دلوقتي الحاجة اللي كلنا مستنيينها، إزاي أحسن مزاجي علشان يساعدني أحقق اللي أنا عاوزاه. أول حاجة زي ما قلنا وأهم حاجة هي من وجهة نظري بصراحة أهم حاجة هي موضوع النوم. نامي كويس جدا، نامي في ساعات الليل، مثلا من الساعة 11 أو 12 حاولي تنامي عدد الساعات المناسبة ليكي. مش كل الناس عندها عدد ساعات زي بعض، في ناس 4 ساعات بالنسبة لهم كافية جدا وإحنا بنحقد عليهم الناس دي، إلا إن في ناس 7 أو 8 أو 9 ساعات حتى بيكونوا مناسبين ليهم جدا علشان جسمهم يستريح ويكون في مود كويس. فأول حاجة نامي كويس جدا جدا، لأن دي مش رفاهية، دي حاجة أساسية لو عاوزة فعلا حياتك كلها تتحسن مش بس مزاجك. تاني حاجة عايزين نساعد جسمنا ان هو يفرز دوبامين طبيعي. الدوبامين ده اللي هو هرمون السعادة اللي بيحسن المزاج. ففي اكلات معينة وتصرفات معينة بتعلي جدا من الدوبامين الطبيعي ده في جسمنا وفي مخنا. أهمه هو الأكل اللي غني بالفيتامينات والعناصر والمعادن، الأكل الحقيقي، الأكل اللي بيعزز جسمنا وبيخليه إن هو يبقى صحي أكتر ويكون مزاجه كويس أكتر، زي مثلا المكسرات، زي مثلا الخضروات، زي مثلا الزبادي، زي مثلا البروتين، زي مثلا الدهون الصحية، زيت الزيتون والسمنة البلدي بمقدار معقول، يعني مش بمقدار كبير. الأكلات دي كلها بتحسن جدا من الجسم بتاعنا، فبتحسن من مزاجنا. وزي ما قلت لكم قبل كده، موضوع البكتيريا النافعة اللي بتتكون في الأمعاء هي دي اللي بتأثر على مزاجنا. فمن أكتر الحاجات اللي نقدر إن احنا نعملها إن احنا ناكل زبادي كل يوم. أنا عارفة إن في بكتيريا نافعة في حاجات تانية، بس أنا معرفهاش الحاجات التانية دي بتتجاب منين، بس الزبادي موجود ومتوفر وعلى قد إيدينا ونقدر إن احنا ناخده. ناكل زبادي كل يوم. من اكتر الحاجات برضو اللي هتحسن من بيولوجية جسمنا في موضوع المزاج ان احنا نتعرض للشمس كل يوم. مش لازم ان احنا نروح نقعد في الشمس، بس نتعرض لنور ربنا كده، نتعرض لأشعة الشمس اللي بتظهر من اول الشروق كده لحد الظهر، نبص للسما كده ونشوف خضرة، نشوف طبيعة، نشوف الحاجات دي كلها برضو من الحاجات اللي بتحسن مزاجنا جدا. تالت حاجة بتحسن المزاج ليها علاقة بالبيئة المحيطة وليها علاقة بينا احنا شخصيا، ان احنا نقلل الدوشة. بصراحة موضوع تقليل الدوشة ده له تأثير كبير جدا جدا، بس الواحد يستمر عليه. يعني أنا اختبرت في الفترة الأخيرة دي موضوع التخلص من الكراكيب في البيت. تخيلوا الموضوع ده، والله أنا مش عارفة يعني هو قد إيه ساحر وليه هو ساحر بالمنظر ده، إلا إن الواحد لما بيتخلص من حاجات موجود عنده ككراكيب ملهاش استخدام ملهاش استعمال، بيحس ان هو اخف، بيحس ان هو مبسوط، خصوصا لما يرتب الحاجة ويشيل الكراكيب اللي ملهاش لازمة في البيت ويحط بدلها الحاجة اللي ليها لازمة. بيحس ان الدنيا راقت قدامه كده، بيبقى التنظيف اسهل، بيبقى الترويق اسهل. خصوصا بقى بيبقى فيه سعادة اكسترا لما الحاجة الكراكيب اللي عندك دي تلاقي لها حد يستخدمها وياخدها ويكون فرحان بيها. يعني هي يعني مثلا في حاجات انا كنت بحط زي صندوق كده وبكتب فيه تاريخ الحاجة اللي انا بحطها. يعني احيانا الواحد بيبقى عنده ارتباط عاطفي بحاجة معينة وبيبقى مش عايز ان هو يطلعها، او لسه ما جاتلهوش النية ان هو يطلعها دلوقتي لحد محتاجها. فالصندوق ده انا كنت بحط فيه الحاجة واكتب ورقة صغيرة كده بالتاريخ. اقول مثلا لو دي مثلا شنطة، اكتب الشنطة الفلانية دي يوم مثلا 21/11، اكتب كده التاريخ واحطها في الصندوق ده. فكنت واخدة وعد كده بيني وبين نفسي ان لو الحاجة دي ما جاتش على بالي لمدة سنة، او ما جاليش احتياج ليها خلال سنة، يعني عدى عليها سنة كاملة وهي محطوطة في نفس المكان انا ما استخدمتهاش وما جاتش على بالي اصلا، يبقى هي فعلا مش مهمة بالنسبة لي ولازم ان انا اتخلص منها ان هي هتفضي مكان عندي وهتريحني انا شخصيا من التقل بتاع اني عندي حاجات كتير ما بستخدمهاش وما بستعملهاش وهي قاعدة كده مزنقة عليا حياتي. إلا إن في الإكستراز بقى زي ما بقول لكم، إن حد تاني يكون بيستخدمها، حد تاني ممكن ياخد الشنطة دي ويفرح بيها، حد يستخدمها بدل ما هي بقالها سنة. يعني تخيلوا سنة حاجة محطوطة عندنا
ما استخدمناهاش وما جاتش على بالي. يعني كان عندي اصلا لبس من ايام ما اتجوزت وانا لبسته 3-4 مرات، وكل سنة اشيله واحطه واشيله واحطه واطلعه، وفي الشتوي وفي الصيفي. جه عليا فترة كده قلت لا خلاص، طالما انا ما لبستهمش طول السنين اللي فاتت دي يبقى انا لازم اطلعهم. وفعلا لما طلعتهم حسيت براحة رهيبة، وربنا رزقني اصلا بلبس تاني كان موضة بقى، وكان اجدد، وكان مناسب لمقاسي دلوقتي اكتر بدل ما هي كانت مناسبة لمقاسي زمان. فالموضوع بتاع تقليل الكراكيب وتقليل المحيط بتاع الانسان، الدوشة اللي بتبقى حواليه، ان الواحد ما يبقاش قدامه دايما تفاصيل كتير، ما يبقاش قدامه حاجات كتير. الحاجات دي من اكتر الحاجات والله اللي بتحسن المزاج. تخيلوا انكم داخلين اوضه في فندق، اوضه الفندق دي لوحدها كده بتبقى مبهجه لان ما فيهاش كراكيب، وبيبقى شكلها كده مينيمال ومتنظفه ومتروقه ومعطره وبتاع. فتخيلوا ان البيت بقى اللي احنا عايشين فيه، اللي كل يوم قاعدين فيه، مش منظم، مش مرتب، ما بيدخلش فيه الهواء والشمس كل يوم، مليان بالكراكيب، مش لاقيين مكان اساسا للحاجات الاحتياجات بتاعتنا اللي بنستخدمها يوميا، وراميينها كده او مكدسينها في اي ركن في المكان. الحاجه الرابعه اللي هنتكلم عليها في تحسين المود ان احنا نقلل من الدوبامين الصناعي اللي جاي لنا من السوشيال ميديا زي ما قلت لكم. والموضوع ده يا جماعه بيبقى على قد ما هو فارق، على قد ما هو محتاج قوه اراده وعايز خطه. فما ينفعش ان حد يبقى بيتفرج على السوشيال ميديا لمده 3-4 ساعات في اليوم وفجاه نقول له لا والله ما ينفعش، دي حاجه خطر وحاجه غلط والمفروض انك ما تعملهاش. ما هو مش هيسمع الكلام، بالعكس ده المود هيتضرب اكتر، والمود هيبقى صعب اكتر، وساعتها هيحس ان هو مستسلم. وممكن بعض الناس بقى تعند وتقول لك طب انا هتفرج اكتر بقى، طب انا هعمل كده اكتر بقى. انا بحس ان دي الحاجه اللي بتبسطني. فاحنا هنقلل موضوع الدوبامين الصناعي ده بالتدريج، وعلشان نخلص من عاده سلبيه او عاده سيئه احنا بنعملها، لازم يا جماعه الوقت ده نشوف حاجه ايجابيه بنعملها. ايه رايكم لو قللنا شويه من الدوبامين الصناعي اللي جاي لنا من السوشيال ميديا، وجربنا ان احنا نعمل اي حاجه من هواياتنا؟ اللي عنده هوايه الترتيب والتنظيم، اللي عنده هوايه الرسم، اللي عنده هوايه التلوين، اللي عنده هوايه الخياطه، اللي عنده هوايه الكروشيه، اللي عنده هوايه انه بيحب يعمل تمارين رياضيه، اللي عنده هوايه الخبز، اللي عنده هوايه ان هو يلبس الاطفال الصغيرين. يعني اي حاجه كده تكون بتدي الواحد دفعه ايجابيه وحاجه حلوه تحسن من المود بتاعه، وتكون عاده ايجابيه عنده، بدل موضوع الدوبامين الصناعي السيء اللي بيأثر على مزاجنا بشكل مش متخيلينه بس احنا مجربينه. الحاجة الخامسة اللي برضو ممكن تكون يعني ميك سنس دلوقتي وفعلا احنا بنفكر فيها، ان كل ده هيعتبر حاجات كتيرة جدا علينا، حاجات كبيرة جدا وتغيرات جذرية في حياتنا. الا ان القاعدة بتاعت دلوقتي او الخطوة بتاعت دلوقتي بتقولك اعملي بس 5% من اللي مطلوب منك كل يوم. ما تعمليش تغيرات كبيرة وما تعمليش الهوبا زي ما اتفقنا، لان الهوبا دي برضو مش هتكون مستمرة للأبد. حتى لو انت عملتي هوبة كبيرة فانت هتنزلي على الأرض تاني. لازم ان التدريج يكون بنسبة 5%. لو انت مستكبرة الخطوة او ان انت حاسة ان الخطوات كتيرة وصعبة، القاعدة دي بتقولك اعملي 5% بس من المطلوب. عقلك هتخدعيه بانك تقولي له هتبدأ بس ب5%. هو طبعا بيحاول ان هو يكسل ويديكي مزاج وحش ويوفر الطاقة زي ما قلنا علشان ما تبدأيش في الخطوة الكبيرة دي. لكن لو قلتي له بس 5% فانت بتزقيه ان هو يعدي بس البوابة بتاعة قلة المزاج، بتعدي من عنق الزجاجة زي ما بنقول كده، وبعد كده تعومي بقى في الهدف بتاعك وتقضي اللي انت عايزاه. انت اكيد لما قولي لنفسك انا هبدأ ب5%، طبعا مش هتعملي 5%. لو هتعملي 10% فانت عملتي ضعف اللي انت كنتي بادئه وعندك نية انك تبدأي بيه، فانت عملتي الضعف. يعني انت متخيلة كنتي هتعملي 5% عملتي 10%. الحاجة دي تقدري تطبقيها على اي حاجة بقى في حياتك، وده من اكتر الحاجات اللي هتحسسك بثقة في نفسك رهيبة، انك ما كنتيش عايزة تبدأي اساسا في الموضوع، الا انك واحدة واحدة خدعتي عقلك وقوتي من الصلابة النفسية بتاعتك بانك واجهتي نفسك بالحاجة اللي انت ما كنتيش عايزة تعمليها ومع ذلك عملتيها. اي نعم انت صغرتيها، الا انك ما عملتيش الصغير ده، انت خدعتي مخك وعملتي اكبر منه بكتير.
الثقة بالنفس يا جماعة بتتبنى بان الواحد بيعمل الحاجة فعلا اللي هو مش على مزاجه يعملها. سادس خطوة هتحسن عندك المود بشكل فوري كده، انك تفتحي الشباك وتشمي هوا كده جايلك من بره البيت الصبح او في اخر النهار كده، وتستشعري نعمة ان انت عندك شباك تقدري انك تتنفسي منه كده وتاخدي زي هوا نظيف، يعني هوا منعش كده. او ان انت تعملي مثلا استرتشات، ادخلي كده على اليوتيوب واكتبي 10 دقايق استرتشات، هيطلع لك فيديوهات كتير. اعملي استطالة كده لعضلاتك، يعني جربي الموضوع ده. اللي هتجرب تقولي انا هجرب الموضوع ده واقول لك تاني. الموضوع ده فعلا يا جماعة بيحسن من المود. الموضوع ده بيخلي البني ادم حاسس ان هو جدد طاقته وحماسته زادت، عنده استعداد ان هو يعمل حاجات بسيطة جدا زي الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، لكن هيحس باحساس حلو. واحنا كلنا يعني نفسنا نحس بالاحساس الحلو ده على طول، هو بين ايدينا الا ان احنا بنبقى مش مركزين فيه. اشربي لك كوباية شاي كده بالنعناع او كوبايه قهوه ساعات العصاري، حاجه كده تروق المود بتاعك. خدي لك كده 10 دقايق زي تامل كده، زي تسبيح، زي ان انت تستشعري نعم كتيره حواليكي، زي ان انت تقولي على 3 حاجات انت ممتنه ليهم النهارده. الحاجات دي فوريا بتحسن المزاج، ولو كتبتيهم الحاجات اللي انت حاسه فيها بالامتنان دي هتبدأ ان هي تزيد عندك وهتشكري ربنا عليها، فربنا هيزيدك ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالحاجات اللي بتشكري ربنا عليها وممتنة لربنا ان هو رزقك بيها من ضمن حاجات كتير جدا في حياتنا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هتحسي قد ايه ان انت جالك شعور حلو ومزاجك اتحسن وبقى عندك استعداد انك تواجهي العالم من اول وجديد. فقاعدة ان انت تغيري مزاجك بحاجات فورية زي اللي قلناها مهمة جدا. لو حد عنده حاجة تانية بتحسن مزاجه يا ريت يكتبها لنا في الكومنتات علشان برضو نستفيد من بعض. 7 خطوة واخر خطوة وهي اهم خطوة، بتقولك ان المزاج مش معناه ان انت توقفي الحاجه اللي بتعمليها. لو انت ما عندكيش مزاج ما توقفيش، ما تخرجيش بره الاوضه وتطلعي وتقولي خلاص انا مش نافع الموضوع ده. المزاج عباره عن اشاره او رساله بتقولك انت محتاجه تحسني من حاجه معينه، محتاجه تصلحي حاجه معينه. اسالي نفسك ليه انا ما عنديش مزاج، ولو عرفتي السبب هتعرفي انك تعالجيه، هتعرفي انك توازنيه، هتعرفي انك بعد كده تتغلبي عليه ازاي من ضمن الاسباب كتيره اللي احنا اتكلمنا فيها. وافتكري كويس ان المزاج مش مطلوب مننا ان هو يكون دايما عالي وحماستنا عاليه طول الوقت، لان ده مش سبيل للنجاح. احنا طالبين بس ان المزاج يوصل لمستوى مقبول او معقول جدا، انه يخلينا نقدر نعيش حياتنا بطريقه متوازنه وبطريقه حلوه. مزاجك لو هو وحش مش معناه ان هو بيقولك على فكره انت لازم توقفي او انت فاشله او انت الموضوع ده مش بتاعك يلا لفي وارجعي تاني. هو رساله بيقولك ان انت ماشيه على الطريق الصح، بس ممكن يكون مخك مكسل شويه، ما عندوش طاقه شويه، في عندك شويه هرمونات، شويه اكل محتاج يتظبط، علاقاتك او الناس اللي حواليكي محتاجه ان انت تقللي تاثيرهم شويه، او تدوري على حد يكون داعم ليكي، حد يكون مشجع ليكي في رحلتك للتغيير. خففي عن نفسك المسؤوليات واعملي الحاجات البسيطه اللي قلنا عليها اللي بتديكي دفعه فوريه من الدوبامين. قللي من العادات السيئه زي السوشيال ميديا وزي الكلام بدون داعي والتدخل في امور الاخرين ملناش دعوه بيها. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده ده عجبكم وفادكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.